أخد 300 مليون جنيه علشان يتنازل عن المحل اللي في رود الفرج. يا ترى مين اللي أخد منه المطعم بالقوة وخلى الأدمن بتاعه يكتب بيع بالقوة القهرية؟ عايز تعرف ايه اللي حصل والخلاف مع صبحي كابر وليه ساب أهم محل عنده بسهولة كده، وهل المحل هيفضل شغال ولا لأ؟ تفاصيل وأسرار كتير هتعرفها في الفيديو ده، فخليك متابع. للي ما يعرفش، مطعم صبحي كابر ده من أشهر المطاعم في مصر، ومعروف بتقديم أشهى الأكلات البيتي، وطول عمره بيروح له الناس من الجمهورية كلها ورموز ومشاهير من مصر والوطن العربي كله. واللي حصل إن الصفحة الرسمية لمطعم صبحي كابر أعلنت عن بيع المطعم، وإنه خلاص ما بقاش ملك الحاج صبحي كابر مؤسسه. وأول ما الصفحة نزلت الكلام ده السوشيال ميديا اتقلبت، خصوصا إن الصفحة ما أعلنتش عن السبب الحقيقي للبيع حتى بعد ما اتقال إن المطعم اتباع بحوالي 300 ألف جنيه، واكتفت بكتابة إنه تم البيع تحت ظروف قهرية. بس موقع الدستور كلم موظف خدمة العملاء، والموضوع ببساطة إن مطعم صبحي كابر شغال زي ما هو، بس بنظام الدليفري فقط، يعني الصالة نفسها مقفولة دلوقتي. واللي حصل إن إدارة المطعم اتغيرت وانفصلت عن شركة كابر للإنتاج الزراعي والحيواني. وموظف خدمة العملاء قال إن الحاج صبحي هيطلع بفيديو قريب يشرح كل حاجة. وبالنسبة لأزمة الخط الساخن، في عطل فني دلوقتي، لكن في أرقام تانية للتواصل. بس يا سيدي دي الحكاية كلها، الحاج صبحي كابر هيطلع كمان يومين في فيديو يقول لنا ايه اللي حصل بالظبط والمطعم اتباع لمين. في تسريبات كمان بتقول ان المطعم عبارة عن شركة مساهمة، وبعد توسعات من خلال عدة فروع ومزارع حصل خلاف بسبب ان المحلات الجديدة تبع صبحي لوحده من غير الشركاء. ومن هنا بقى تنازل الحاج صبحي عن حصته في المحل مقابل رقم كبير يتعدى 300 مليون. واللي عمل المشكلة هي ان ادمن الصفحة تبع صبحي كابر، وكذلك ارقام المطعم المسؤولين عنها تبعه. طيب المحل بقى شغال ولا لأ؟ المحل شغال بدون أي مشاكل، وبنفس العمال وبنفس عمليات التشغيل، ومفيش شيء اتغير غير إن صبحي كابر نفسه ما بقاش موجود. اتولد صبحي كابر سنة 1969 واتربى في رود الفرج، ووالده كان معلم في سوق رود الفرج، لكن للأسف بيتوفى قبل ما صبحي يكمل ال6 سنين. صبحي ما كانش لاقي اللقمة ياكلها هو ووالدته، ولا عارف يجيب لها العلاج ازاي. صبحي كان هو المسؤول عن كل حاجة حتى الطبخ. بيقول ان والدته كانت بتقعد جنبه وبتقول له يطبخ ازاي، وهي كانت السبب اللي حببه في الطبخ. فجأة بيلاقي صبحي نفسه مجبر يشتغل عشان يقدر يعيش هو ووالدته، وفعلا بيبدأ يغسل صحون في محل كبابجي اسمه الألف بيك، وكان بيقبض يوميا 20 قرش، كان يحوش منهم 10 قروش عشان يقدر يدفع إيجار البيت اللي كان وقتها 3 جنيه و15 قرش، وباقي ال10 قروش تكفي البيت بقى من الأكل والشرب والكهرباء وهكذا. طبعا صبحي كان نفسه جدا يروح المدرسة زي الأطفال اللي في سنه، وفعلا بيدخل مدرسة الجهاد في رود الفرج، وفضل فيها لغاية أولى ابتدائي. لكن للأسف بعد كده بيخرج منها لأنه ما قدرش يدفع مصاريف السنة اللي بعدها. وفضل صبحي شغال في الألف بيك لغاية ما حس إنه شرب أسرار الصنعة، وسافر بعد كده على ليبيا واشتغل هناك طباخ في فندق 5 نجوم، وساعتها قدر يحوش 900 جنيه واللي كانوا وش السعد عليه. بعدها قرر يرجع مصر يفتح فاترينا تحت بيته، وصرف عليها كل مليم معاه، وبدأ يبيع كفتة وفراخ وطرب، لكن أكتر حاجة كان مشهور بيها هي الكبدة والمخ. وسط الكلام ده كله بقى بيقابل الظهر والسند اللي هتكمل معاه رحلة كفاحه. الحكاية بدأت لما شافها يوم بالصدفة، قرر يتقدم لها، لكن أهلها بيرفضوه عشان ظروفه. لكن صبحي مسكتش وفضل ورا أهلها لغاية ما أقنعهم، خصوصا إن هي كمان كانت موافقة وراضية بيه وبكل ظروفه. وفعلا اتجوزوا وعاشوا مع بعض على الحلوة والمرة، لدرجة إن هي كانت بتخبي على باباها ظروفهم الصعبة وتفهمه إن كل حاجة تمام. الأيام أثبتت إن اختيار صبحي كان سليم 100%، لدرجة إن لما طلب من مراته دهبها عشان محتاج فلوس اديته من غير لحظة تردد واحدة. بس الحياة ما مشيتش وردي، وربنا قرر يختبر إيمانه وحرمه من الخلفة لأكتر من 20 سنة، لغاية ما ربنا أراد ورزقه ببنته الكبيرة كابر، واللي عشانها غير صبحي اسم المحل وسماه صبحي كابر على اسمها. ومن هنا بدأت فترة جديدة تماما في حياة صبحي الولد الصغير اللي كبر وحياته اتقلبت 180 درجة لحد ما بقى ملك اللحمة والمشويات في مصر.